تشريو من عندي. هذا بسطام كنحطوا فيه فلوس، كنحطوا فيه الامور ديالنا، كنحطوا فيه الاغراض ديالنا، شريوه من عندي. فهنا كيتجسد على شكل على شكل فيديوهات اعلانيه، على شكل قدره للادفرتايزين، هي القدره على نخليو ديك الفكره تشهر. تقاد الفكره السلام عليكم حمزه. توتالمون غيزون، الله يحفظك ولي، شكرا. اوكي. ماركتينغ والسيلز اخي حمزه، شنو الفرق بين، حيث بزاف الناس كيحسب لهم نفس الشيء بين الماركتينغ والسيلز؟ لا علاقه ما بين وغير الماركتينغ والادفيرتايزين ما عندهمش علاقه. الوغ بغيت نشرح لكم هذه القضيه هذه، فممكن انني نشرح لكم التعريف بطريقه بسيطه. غادي نحاول انني نعرف لكم غير بالدارجه، نشرح لكم الامور باش تفهموا الفرق ما بين الماركتينغ، السيلز و الادفيرتايزين. الماركتينغ هو التسويق قبل ما انه نوضوا نبغيو نبيعوا اي حاجه كما كان النوع ديالها، سواء يكون عباره عن منتج، سواء انه يكون عباره عن خدمه. واحد القضيه خليكم عفاكم في الحصه حتى الاخر، لانه راه غادي يتزاد معنا الدري ديال الاعلانات اللي غادي يبدا كيطلق الاعلانات، وغادي يكون كتسولوا اسئله على المجال ديال الادز بصفه عامه. يعني الناس اللي هذا باغيين انهم يتعلموا يطلقوا الاعلانات وحضروا معنا هنا، ولا الناس اللي عندهم مشكل في الاعلانات، راه غادي يكون دري من الفريق ديالي في اللي مكلف باورانوس سكيل، وكذلك اللي مكلف باورانوس ميديا باين، وكذلك الميديا باين الخاص ديالي في الاعلانات ديالي. غادي يطلع في هذه الحصه هذه وغادي يبدا كيشرح لكم الامور، لذلك كونوا حاضرين حتى الاخر باش انكم تستافدوا منه حتى هو. دونك شنو قلت؟ سواء في التسويق، سواء عندي منتوج او لا خدمه او لا عندي حرفه، ياك؟ فرضا انه عندي شي حاجه اللي كتباع، بغيت نوض انني نبيعها، فقت من الناس وقلت للناس هذا البسطام هذا شريوه من عندي، ياك؟ نفيق من الناس ونقول للناس هذا البسطام هذا شريوه من عندي، هذا بسطام كنحطوا فيه فلوس، كنحطوا فيه الامور ديالنا، كنحطوا فيه الاغراض ديالنا، شريوه من عندي. فهنا ما درت حتى شي تسويق، مع فقت من الناس، ما قلت للناس شريوه. فشنو كينتهي بيا المطاف؟ كينتهي بيا المطاف بانه واحد القله القليله اللي كتقدر انه تشري بالمقارنه مع المجهود الكبير اللي درناه والفلوس الكثار اللي حطيناهم. دونك هنا لجأنا لواحد الحاجه معينه، او لجأ العلم لواحد الحاجه معينه، ديال انه عوض ما انه الناس يصرفوا الفلوس بزاف والمجهود بزاف وكل شيء، وفي الاخر القله القليله اللي تشري، فخاص واحد الحاجه اللي كتلعب على لي زيمونسيون اللي كتخلي الناس انهم يشريو، نظرا للثقه ديالهم في واحد الحاجه معينه، نظرا للاعجاب ديالهم بالقصه، نظرا للايمان ديالهم بديك الوجهه، نظرا للحب ديالهم لذاك الشخص او لديك الحاجه معينه. دونك هنايا جا التسويق وجا كيحاول ان من خلاله كتخلي واحد الفكره على واحد الحاجه معينه كتشرحها بطريقه مزيانه، كتزينها، اللي كتخلي الناس انهم تيشريو من بعد. اوكي، تيسميوها في المغرب هنا الكذوب. التسويق في المغرب هنا هو الكذوب. اوكي، كيقول لك لا راه التسويق هو الكذوب، وهذا بحال هكا، حيت ما قاريينش التسويق. دونك الكذوب كاين والتسويق كاين. الكلوريكس كيقول لك غادي يخليك انه تثق في راسك، ماشي كذبوا عليك، داروا التسويق، داروا ميتافور، رجعوا لك انه مسكن وتقدر تخليك تثق في راسك، ولكن ماشي بداك المعنى ديال انك تفيق في الصباح ما تقرا ما تخدم ما تردم ما تدخل فلوس ما تريني ما والو غادي تثق في راسك. لا، ماشي مسكه هي اللي غتخليك انك توصل لداك الشيء كامل، غير هو كتسويق. رجعوا مسكه تقدر تخليك انه تثق في راسك، رجعوا لوي فيتون انه غادي تخليك تبان لاباس عليك، ولا غادي تبان لاباس عليك، ولا غادي تبان احسن من الناس الاخرين، وما يمكنش بتيشيرت غتبان احسن من الناس الاخرين. غير هو كتسويق لعبوا على دوك الافكار. دونك ماشي كذوب. اوكي، الا خديتيها بمنطق كتعتبرها كذوب، ولكن الا خديتيها كتسويق كتعتبر فقط امور اللي دي تكنيك ولا دي استراتيجي اللي كيستعملوهم الشركات باش يقدروا انهم يبيعوا اكبر عدد ممكن من المنتوجات ديالهم بتكلفه اقل، لان هذا هو الهدف ديال التسويق. دونك هنا فاش غادي نوض نقول لك مثلا لي كارت ديالك كيطيحوا، الفلوس ديالك كيتوضروا، هاد الامور هادو كاملين كيطراو ليك، لذلك غيخصك شي حاجه اللي تقدر تجمع فيها هاد الامور كاملين في خطره واحده، اللي هو اش؟ هاد البسطام هذا اللي الثمن ديالو فقط اكس، واللي ممكن انك تاخذه من عندنا من المتجر ديالنا، راه الشحن بالمجان خلال 24 ساعه. دونك انا شنو درت؟ استعملت بعض الافكار التسويقيه، بينت لك انه اش راه لي كارت ديالك كيطيحوا ولا الامور ديالك كيتوضروا ولا بحال هكا، لانك ما جمعتيهمش في بلاصه واحده، وباش تجمعهم في بلاصه واحده غيخصك هاد النوع ديال البسطام اللي غيجمع لك كلشي في بلاصه واحده. لهنا شنو درت؟ حاولت انني نسوق لذاك البسطام باش انه اش يشريو الناس اكثر من مورا ما ندير ليه الاعلانات،
او ميم طون ملي غادي يشريو الناس اكثر، التكلفه باش انه يشراو من عندي الناس غتقام عليا اقل من الثمن ديال المنتوج. ما يمكنش انا التكلفه ديال المنتوج كتقام عليا اكثر من انه التكلفه التسويقيه باش انه نقدر نجيب داك الشخص انه يشري من عندي كتقام عليا اكثر من الثمن ديال المنتوج. يستحيل نربح. فرضا انه كيتقام عليا داك المنتوج انايا ب 100 درهم، وباش نجيب واحد الشخص يشريه خاصني نصرف عليه 1000 درهم كمجهود كترونسبور كويفي كخلاص كاتس كبزاف ديال الامور، خصني نصرف 1000 درهم باش انه يشري واحد من عندي بسطام ديال 100 درهم. يستحيل، غتلقى راسك خاسر. لذلك الا استعملتي دوك الافكار التسويقيه وحاولتي انك تخدم عليهم فغادي تقدر تجيب بزاف ديال الناس بتكلفه اقل، الشيء اللي غيخليك انه الا جبتي واحد الشخص ب 10 دراهم وانت بايع ب 100 درهم فراه كاين واحد شويه الربح من مورا ما حيدتي بعض لي شارج. لذلك هذا هو الهدف ديال التسويق. التسويق بكل بساطه وبكل عجاله هو تزيينك للافكار باستعمال زوايا اللي من خلالها الناس غيحسوا بشي حاجه تجاه داك المنتوج ديالك اللي غيعاونهم بتغيير الحياه ديالهم او المساعده ديالهم في الحياه ديالهم، او شي غيزيد لهم اضافه في حياتهم بصفه عامه، سواء ان يختصر عليهم الوقت، سواء انه يختصر عليهم شي حاجه معينه، سواء انه يعالج لهم شي حاجه، سواء انه يعاونهم في شي حاجه، سواء انه يقريهم شي حاجه. يعني منتوج او خدمه او حرفه اللي غتعاون الناس في شي حاجه، غتقدم لهم واحد لا فالور وواحد القيمه اللي من خلالها انت شديتي دوك الامور درتيهم على شكل زوايا تسويقيه، كل واحد ليش غيبغي داك المنتوج. وهنايا ملي كتحاول انك تخدم دوك الامور، هاد التسويق هذا كيتجسد على شكل على شكل فيديوهات اعلانيه، على شكل كتابات اعلانيه اللي كتكون فوق من الفيديو الاعلاني، على شكل وصف للمنتوج ديالك سواء في صفحه المنتوج وكذلك سواء في صفحه الهبوط، على شكل صور اعلانيه، وعلى شكل محتوى في وسائل التواصل الاجتماعي اللي الهدف ديالو هو نشر القصه او نشر استفاده في ذاك المجال ديالك باش ان الناس يشريو من عندك من بعد. لذلك هذا هو الهدف ديال التسويق بصفه عامه. حتى لدابا ماشي اشهار، راه غير تسويق، باقي ما دزناش للادز الادفيرتايزين. دابا غادي ندوزو للادفيرتايزين او الاعلان او الاعلانات بصفه عامه. الوغ الادفيرتايزين او الاعلانات بصفه عامه التعريف ديالهم ببساطه هو انك تخلي الحاجه تعرف ما بين الناس. فرضا انه دابا انت سميتك باغ اكزومبل عدنان، جيت انايا مثلا عدنان، انت اللي سولتيني هذا السؤال، جيت انا قلت لعدنان اخوان راه عدنان واحد الشاب اللي كيقرا في البلاصه الفلانيه، العمر ديالو اكس، لا هو اللي سولني على هذا السؤال اللي دابا انا كنجاوب عليه. شنو درت؟ هاد الناس كاملين اللي كيسمعوني اليوم 98 واحد او نقولوا 97 واحد لان كنت هو 98 97 واحد، نقولوا 96 حيت انا زايد هنايا. الوغ نقولوا 96 واحد كاملين راه درت لك الادفيرتايزين، راه درت لك الاعلانات، راه هنا درت لك الادفيرتايزين. علاش؟ عرفتهم عليك، يعني هاد الناس هادو عرفوك. دونك شكون اللي دار لك الادفيرتايزين؟ انا. يعني الادفيرتايزين هو العلم اللي كيخلي الحاجه تعرف ما بين الناس. لذلك الادفيرتايزين راه ما فيهش فقط الاعلانات المموله، فهو الاعلان بصفه عامه. عاد كينقسم فيه فروع، فيه الاعلان الممول اللي هو ملي كنقولوا الاعلان الممول كنقولوا فيسبوك ادز، كنقولوا تيك توك ادز، كنقولوا جوجل ادز، كنقولوا هذا اللي هو فيسبوك ادز، انستغرام، كنقولوا تيليجرام ادز، لينكد ان ادز، تنقولوا اي منصه قول سميتها زيد حداها ادز. هاد المنصه استحداثات اي منصه كاينه في وسائل التواصل الاجتماعي ما مديوراش بهدف انه انت تتفرج في المحتوى فقط، لا، مديوره باش انه يعرفوا عليك كل شيء، باش ينوض المسوق او التاجر يخلصهم باش يعطيوه المعلومات ديالك نتايا، ولا باش انه يروجوا لك انت دوك الامور اللي هو داك الشخص كيبيعهم، باش انت تحط المعلومات ديالك باش يكون انت اون كونتاكت مع الكليان وتشري، وهكا انه الامور يمشيو. لذلك اي منصه كتعطيك لاكسي تحط المحتوى بالمجان، والا راها حاطه بشرط انه راه ممكن دير فيها الاعلان. لذلك الاعلان ممكن عن طريق يكون ممول، نخلص منصه ونبين داكشي اللي انا كنبيعو للناس. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه عاوتاني الاعلانات عن طريق المحتوى، ممكن تحط المحتوى والناس يتواصلوا معك في الخاص. اعلانات عاوتاني ممكن يكون الاعلان عن طريق الكولد اوتريتش، غادي نكتب CW، يعني التواصل مع الناس في الخاص، كتواصل مع كل واحد بوحديته باش كدير الاشهار لشي حاجه انت كتبيعها. ممكن يكون التواصل مع الناس اللي كتعرف، الوارم اوتريتش، اوكي، الوارم اوتريتش. الو ممكن انه يكونوا الاعلانات عاوتاني عن طريق المسوقين، ممكن ان مسوقين بالعموله تعطيهم المنتوج ديالك يمشيو يديروا لك الاشهار، ولا باعوا يعطوك ارباح ديالكم. يعني ممكن يكون عن طريق الافيليت، ممكن انه يكون عن طريق الامبلويز، ناس خدامين معاك، او لا عن طريق لي زانفلونسور انه ممكن حتى هما يديروا لك الاشهار. ممكن يكون عن طريق الجوده ديال المنتوج ديالك زوين، ملي اي بلاصه مشيتي ليه بعت لك مثلا واحد الريحه، اي بلاصه مشيتي ليها راه ديك الريحه كدير الادفيرتايزين. شي الريحه بمجرد ما انك كدير واحد الريحه زوينه ومشيتي لواحد البلاصه معينه، الاخر شم فيك ديك الريحه قال لك سميتها، راه ديك الريحه كدير الادفيرتايزين راسها، يعني هي براسها كتعلن راسها.
بريحتها كتعلم الناس، كدير الاشهار لراسها، الاخر كيشريها، الاخر كيشريها، الاخر كيشريها. يعني الكاليتي ديال المنتوج اولا الكواليتي ديال المنتوج. الناس اللي كيصايبوا الروايح مابقاش تغشوا فيهم، راه الريحه راه قد ما درتيها مزيانه قد ما ناس وحدين اخرين تيجيبوا لك الناس اللي يشريو. وكاين كذلك الايجنسيز، الوكالات الاعلانيه اللي هما كيديروا لك الادفيرتايزين بالطرق عاوتاني الاولانيين. لذلك الادفيرتايزين اولا هو العلم اللي كيخلي الحاجه تعرف ما بين الناس، اولا انت تعرف واحد الحاجه ما بين بزاف ديال الناس. هذا هو الادفيرتايزين اولا هذا هو الاعلانات. يعني شنو قلنا التسويق اولا الماركتينغ شرحناه، والقدره ديالنا على انه نخليو واحد الفكره مقبوله فقط من طرف الناس، باقي ما شهرناهاش، غير مقبوله الا شافوها غيبغيوها. والحاجه الثانيه هو القدره للادفيرتايزين، هي القدره على نخليو ديك الفكره تشهر. تقاد الفكره راه ماشي هي تخليها تشهر، باش نكونوا واضحين. طيبتي واحد الحاجه راه ماشي هي درتي لها الاشهار باش الناس ياكلوها، راه طيبتيها انت باقي اللي كتشوف فيها دابا، ولكن باقي ما درتيش لها الاشهار باش الناس انهم ياكلوها. لذلك التسويق بوحديته والاعلانات بوحديتهم. البيع والاقناع والسيلز اولا السيلز، البيع والاقناع نقولوا غير البيع وندير حداه السيلز باش انكم تفهموها. لوبجيكتيف ديالو هو من مورا ما درتي الماركتينغ، من مورا ما درتي الاعلانات، من مورا ما درتي الماركتينغ اش درتي؟ وجدتي الفكره. انا باش نرسمها لك هنا، من مورا ما درت الماركتينغ اشنو درت؟ وجدت الفكره مزيان. يعني الفكره التسويقيه اللي هي عباره عن فيديوهات، صور، صفحات هبوط الامور، وصف، كتابه اعلانيه، كاملين وجدوا ياك، عروض، كلشي وجد مزيان. دابا دزنا للمرحله ديال الادفيرتايزين. ملي كنقولوا الادفيرتايزين اد دي في، ما كتبتش اد دي اس، يعني ما كتبتش اد، كتبت اد دي في يعني ادفيرتايزين، اللي من بينهم كاين الادز. اشنو كاين في هذه المرحله هذه؟ فكاين جميع الامور ديال ان نخلي الفكره اكس تشهر ويعرفوها الناس بزاف ياك، ويجيو الناس. الو من مورا ما الفكره كتشهر وكيعرفوها الناس وكيجيو، كندوزو ديك الساعات للمرحله الثالثه اللي هي السيلز. وهذه المرحله ديال السيلز اللي هي ديال البيع، هي فين انه تيخص انت والفريق ديالك تواصلوا مع هاد الناس هادو بهدف البيع والاقناع، باش انكم تاخذوا فلوس مقابل الفكره اللي وجدتوها لذاك المنتوج، لا فالور، القيمه ديال المنتوج اولا القيمه ديال الخدمه ولا القيمه ديال الحرفه. وهكا كيدور السيستم ديالك باش انك كتخدم، هكا كدور السيستم ديالك باش انه كيخدم. اوكي، من موراها اش كدير؟ الا كنتي فريمون مقاول ناجح، شنو كدير من موراها؟ كتكون انت هنايا كتجيب فريق ديال التسويق، كتجيب فريق ديال الادفيرتايزين، كتجيب فريق ديال السيلز ديال البيع والاقناع. ولا كنتي واعر اكثر اش كدير؟ كتجيب مسيرين كيسيروا لك هاد الفروق هادو كاملين.